حلو جدا، وانا كنت محتاجه حاجه بالشكل ده. بصوا، وتابعوني بقى على الانستجرام علشان تشوفوها انا ظبطتها. على موضوع كبير لو اتكلمت فيه هتفوه بالفاظ مش حلوه. عمرو لما بسمعه مهرجانات، واحده بتسالني بتقول لي انتي اسكندرانيه؟ انا شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي، كل اللي بيشوفونا لأول مرة. الفيديو النهاردة خفيف شوية ولطيف وظريف كده، قلت خليها قاعدة مع بعض نتكلم مع بعض شوية دردشة بسيطة جدا. هوريكم شوية حاجات أنا جبتها، وكمان هنرتب شوية حاجات مع بعض وهنتكلم مع بعض. وكان في سؤالين جولي قبل كده، تعليقين يعني، حبيت ان انا ارد عليهم، فقلت بالمرة ارد عليهم في الفيديو ده. فيلا بينا دلوقتي نشوف اول حاجة الحاجات اللي انا جبتها ايه هي، وبعد كده نكمل مع بعض بقية الدردشة. اول حاجة وهو الغسول المقشر ده من ايفا اللي هو بالعسل. ده انا كنت جربته قبل كده من فترة، وكان مش حلو بس كان ممتاز. بس مبدئيا ده مش غسول ان انت تغسلي وشك بيه كل يوم، لا هو مقشر فيه حبيبات كتير شوية، فهو مش غسول عادي خالص للبشرة. جربت اكتر من نوع، ودايما كنت بقول ان اكتر حاجة جربتها وعجبتني هو الغسول ده، فعلا كان ممتاز معايا. رحت شركة ماي واي كده بالصدفة، قلت اسأل، هو ما كانش نزل عندهم في الكتالوج بتاع الشهر اللي هو الشاور بتاع روتي ميلكي اللي هو بجوز الهند والفراولة. سألت على الاتنين، قالت لي لا اللي بجوز الهند موجود. ففرحت والله، قلت كويس ان هو موجود. كنت جبت فوق وكلمتكم عنه في اللي هو حاجات بتاعت الشتاء، الفيديو بتاع بوكس الشتاء ده. لكن مقارنة بتاع فوق لا، ده فظيع اكتر من رائع. رأيي الكامل فيه في فيديو في منتجات ماي واي اللي انا دايما بحبها. وجبت كمان السكراب بتاع ستاركي. بصوا، اكتر حاجات جربتها في سكراب الجسم هو بتاع ستاركي ده. اول مره اجيبه قلت اجربه، ده اللي هو بزبده الشيا، فده انا لسه ما جربتوش، لسه جايباه. هو بتاع الايس كريم، وجبت اللي هو بالمشمش وجبت اللي هو اللون اسود ده، مش عارفه بالفحم ولا ايه، كان وحش خالص. اكتر حاجه جربتها وما عجبتنيش. بس حاجه ستاركي فظيعه وجميله جدا في السكرابات. جبت البلاشر ده. البلاشر ده لونه على اورنج شويه، الدرجه بتاعته هو على اورنج شويه. انا كنت حابه الدرجه دي جدا لانها بيبقى شكلها كده حلو قوي في الشتاء، مناسبه اكتر للشتاء. تحسوا عارفين الوش كده لما تحسوا ان هو فيه الواحد لما وشه بيسخن شويه كده فوشه بيحمر لوحده. فالدرجه دي بحس انها بتدي نفس الاحساس او نفس الشكل اللي انا بقول لكم عليه. فالمهم انا كان عجباني الدرجه دي وكان نفسي ان انا اجيبها، ودرجه طلعت حلوه جدا. قلم الروج ده، قلم الروج ده انا كان عندي واحد قريب منه بس ليكويد. طبعا الدرجه دي يعني قويه جدا وما تنزليش بيها في اي وقت، خليني اوريها لكم. ما تنزليش بيها في اي وقت لانها غامقه جدا، بس شتويه جدا وحلوه جدا، وبجد بيبقى شكلها حلو قوي. فده ما يطرحش بيه ولا الجامعه، ولو الشغل يبقى تحطيه طبقه هاديه شويه. بس انا عجبني اللون والدرجه دي. استنوا كده اما اجربها لكم. بصوا، دي الدرجة بتاعته، بجد الدرجة جميلة جدا. تعالوا بقى اوريكم حاجة شفتها قبل كده وحبيتها جدا، ولما لقيتها قلت بصراحة كان لازم اشتريها واجيبها. وهو ده ليب اويل غير الليب جلوس. الليب جلوس بيكون اتقل شوية، لكن الليب اويل اخف منه، بس عجبني جدا. هو ده اللي انا حاطاه دلوقتي فوق الروج. بص هو ايه، رول عامل زي ازايز البرفان، الرول الصغيرة دي عجبتني قوي بصراحة، وخفيف ولمعته تحفة. وكمان لو حطيتيه لوحده حلو وبيرطب بقى. يعني الفرق بين الليب جلاس والليب اويل ان هو الليب اويل بيديك الترطيب شوية، وشكل الازازة تحفة. الوردة اللي هي فيه جوه دي جميلة جدا. المانيكيرات اللي انا اشتريتها دي كنت حابة ان انا اجيب الوان نود شوية، اللي هي الدرجة دي كنت حباها عشان كان عندي حاجة عايزة البسها وكان هيناسب معاها الدرجة دي، فما كانش عندي. والدرجة دي برضو جبت كمان اجندة دي او الدفتر ده او النوت بوك دي عشان كنت ايه، بص شكلها حلو جدا، وانا كنت محتاجة حاجة بالشكل ده وبالحجم ده علشان خاطر محتاجة ان انا اكتب فيها يعني شوية حاجات كده. فشكلها عجبني جدا. الحاجة اللي جاية حلوة قوي.
قوي، نفسي ان انا اجيبها. كان في حاجتين نفسي اجيبهم. الحاجه التانية يعني لما لقيتها ما لقيتهاش زي اللي في دماغي بالظبط، لكن دي زي اللي كانت في دماغي واللي انا شفتها وتخيلت نفسي كده وانا لابساها يبقى شكلها حلو قوي. يعني كفايه ايه تشويق وسسبنس في الموضوع واوريها لكم. وهي دي الطاقية دي، شكلها حلو جدا، شتوي طبعا. انا جبتها ولبستها وخرجت بيها واتصورت بيها، وهتلاقوني هنزل لكم الصور بتاعتها ان شاء الله على الانستجرام. ابقوا روحوا شوفوه وخدوا جوله كده في الانستجرام. هنتكلم مع بعض شويه بعد كده في موضوع الانستجرام. اوريها لكم دلوقتي. مبدئيا هو ده شكلي بيها، ثواني. شكلها حلو، عجبتني جدا، حبيتها جدا بجد. بس طبعا كنت لابساها على حاجه تانية، وكان شكلها لذيذ قوي وحلو قوي. وتابعوني بقى على الانستجرام علشان تشوفوها انا ظبطتها على ايه. ويلا بينا دلوقتي نرجع للقبعه الاساسيه بتاعتنا النهارده ونكمل بقيه الحاجات اللي معانا. حلوه دي برضو مش كده؟ اوريكم بقى اخر حاجه، ودي تقريبا كنت جبتها من فتره ونزلتها برضو في شويه مشتريات كده عندي على الانستجرام. حاجه تحفه من الحاجات اللي انا بحبها قوي. بصوا، هذه العلبة الشيك الأنيقة التحفة الأثرية الفنية، الحاجات اللي أنا بموت فيها وبحبها قوي. هي على أشكال فرعونية أهي، أشكال فرعونية قديمة مصرية، وشكلها حلو جدا وخامتها حلوة، عاملة زي الرخام. بصوا عامله زي الرخام واشكال من هنا برضو، واللون بتاعها عتيق كده وجميل قوي. بحب قوي موضوع العلب اللي زي دي بتاعت الاكسسوارات، العلب اللي هي العتيقه والقديمه. السبت ده انا بقيت بحب السبته والسلات اللي هي زي دي جدا. بصوا شكله حلو قوي ونفعني قوي، بحط فيه حاجات كتير وباخد حاجات كتير وبتنقل بيه بحاجات كتير قوي، فشكله جميل ولذيذ ولونه حلو. ودي كانت مجموعه المشتريات اللي معايا النهارده. لا انا جبت حاجه تانية، جبت شنطه سناك، شنطه حلويات وحاجات كتير كده. الشتاء بيحب الاكل قوي يا جماعه، وخصوصا بالليل وانت قاعده بتتسلي بتتفرجي على حاجه، بتتفرجي على موبايلك، الكلام ده كله. ممكن بقى واحنا بندردش يعني ايه اتكلم، اكل معاكم حاجه كده، وبعد كده نبقى نرص الحاجات دي في الدرج الحلو اللي تحت ده بتاع الدرج اللي انا عاملاه للحاجات اللي زي دي. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم مع بعض شويه. اول حاجه قولي تعليقين او سؤالين قبل كده. واحد قديم شويه انا فاكراه بس مش لاقيه، ما لقيتهوش في وسط التعليقات اللي كانت موجوده. وهي واحده بتسالني بتقولي انتي اسكندرانيه. انا ما اعرفش ايه اللي اداها ايحاء ان انا اسكندرانيه، لكن انا قاهريه. انا من القاهره، عايشه في القاهره، اتولدت في القاهره، ومن مصر اكيد. يعني عشان لو حد بيشوفني من بره مصر، يعني في كام كده حد بيعلقولي بلاقي ان اللهجه بتاعتهم مختلفه شويه عننا. فانا من مصر ومن القاهره تحديدا، مسقط راسي القاهره. تاني تعليق عجبني جدا بصراحه، وهو واحده كانت بتسالني بتقولي انتي ليه مش في كل الفيديوهات بتظهري بوشك؟ اول حاجه كلمه بتظهري بوشك مش حلوه. يعني في ناس كتير بتقولها، مفيش مره هظهر بوشي ومفيش مره هظهر بقفايا، هو وشي اللي انا بظهر بيه، لكن بظهر قدام الكاميرا وورا الكاميرا. هقولك ليه. في فيديوهات بتتطلب ان انا اتكلم معاك وانا دلوقتي هدردش، مش هدردش من ورا الكاميرا. وعيد فيديوهات تانية ما بتبقاش متطلبه، مش محتاجه ان انا اطلع قدام الكاميرا. يعني مثلا هقدم لكم زي حاجه زي بتاع بوكس الشتاء، الكلام ده كله. الموضوع مش مستدعي، هو الهدف الاساسي في الفيديو هو المنتج. لكن لو بتكلم في فاشن، تنسيقات، اي حاجه محتاجه ان انا اكون قدامكم واتكلم معاكم بشكل مباشر، فبكون موجوده. مفيش داعي خالص ان انا اجي من ورا الكاميرا واوريكم نفسي اقول لكم انا موجوده اهو قدامكم. زائد ان انا فكرة الظهور هي مش حباها قوي، يعني ان انا لازم اطلع قدام الكاميرا مش هدفي قوي او مش في دماغي. والله تطلب طلعت، مش محتاج، فانا مش محتاج ان انا اطلع. زائد ان انا في اوقات ما بقاش ليا مزاج لا البس ولا اجهز ولا اقف قدام الكاميرا، مش في الدماغ يعني. فهو ده التعليقين اللي جولي. للناس اللي هي مش عارفاني والناس اللي هي اول مرة تشوفني، انا شيماء بقدم فيديوهات على قناتي اللي هي قناة تاكسي، فيديوهات متنوعة. حابه الفكره جدا، انها هوايه حابه ان انا اعملها، وحاجه ممتعه ولذيذه والواحد ان هو يعملها وبيقدم الفيديوهات دي. زائد كمان ان انا على الانستجرام بتاعي هتلاقوه ان هو مكمل للقناه ومختلف برضو شويه عنها. بكتب قصايد واشعار، فبنزل منها مقتطفات كده وشويه كلمات في الحاجات اللي انا بحطها هناك. فلو انتوا اخدتوا جوله فيه هتلاقوا ان هو مختلف شويه عن الحاجات دي. فلو انتوا بتحبوا نوعيه الحاجات اللي زي دي ان شاء الله هيعجبكم، واكيد حابه ان انتوا تكونوا موجودين هناك. وحاجه كمان عايزه ان انا اقولها لكم. اول حاجه، انا ما عنديش تيك توك، ما عنديش سناب،
ما عنديش تليجرام، ما عنديش تويتر، صدقوني ما بحبهمش وما عنديش النية ان انا انزلهم، وفيهم حاجات ما اعرفش شكلهم لحد دلوقتي عامل ازاي، لان الحاجات دي بالنسبه لي مضيعه كتير الوقت، وجع للدماغ، حاجات كتير فعلا. انا عندي اليوتيوب القناه، وعندي الانستجرام بتاعي والفيسبوك. ما بحبش الفيسبوك فعلا، بس هو موجود لان هو فعلا ضروري ومهم، بحتاجه في حاجات تاني كتير، بس نادرا لما بدخل عليه وبشوفه وبطل عليه طله كده. انا مكتفيه جدا بالحاجات اللي عندي، وهي ما شاء الله مكفيه وموفيه. بالنسبه للقنوات اللي انا بحب ان انا اشوفها، بحب القنوات الهاديه الممتعه، حاجة كده تريح لي اعصابي، المحتوى بتاعها كويس، متصور كويس. والحاجات دي بصراحة انا اكتر حاجة بشوفها فيها على القنوات الصينية، اليابانية، الكورية، قد ايه هم بيعملوا الفيديو صح حقيقي. فيديوهاتهم بتخليني استمتع وانا بتفرج على الفيديو، فانا بحب قوي نوعية الفيديوهات اللي زي دي. طبعا بحب القنوات اللي هي الثقافية والتعليمية، واللي هي فيها حاجة مفيدة اطلع منها بمعلومة مفيدة، برضو ببقى مستمتعة جدا وانا بتفرج عليها. طبعا بتفرج على بتاعت حاجة السكين كير والفاشن والحاجات اللي انا برضو بقدم زيها، بس في قنوات كبيرة فعلا ومعروفة، الناس معروفة حقيقي ما بحبش اتفرج عليها خالص، لانهم مصطنعين، مش طبيعيين، عاوزين يعملوا ان هم طبيعيين بس هم مش طبيعيين، هي باينه. ليهم شعبيه كبيره وليهم متابعين كتير، اكيد، والقناه بتاعتهم كبيره، بس مش مفضله بالنسبه لي. قنوات تانية صغيره جدا مش نفس شهره القنوات الكبيره، لكن حقيقي البنات اللي بتقدمها والمحتوى اللي هم بيقدموه وكل حاجه في الفيديو ممتعة قوي، بحب ان انا اتفرج عليها من اولها لاخرها وبستفاد. فهي ما بتكونش بموضوع ان في ناس مشهورة قوي، في ناس اقل منهم شهرة، في قنوات تانية كبيرة منهم بحب اتابع، جيدين في كل حاجة في الفيديو اللي هما بيقدموه. فقصدي ان هو في كده وفي كده. برضو من القنوات اللي اكيد كلنا بنتابعها دلوقتي، وهي ملخصات الافلام. احلى فكرة اتعملت على اليوتيوب، فكرة فعلا حلوة جدا. بحب برضو من الحاجات اللي انا احب اتفرج عليها الدراما اللي هي الكوري، التركي. بحب الافلام الاجنبي كوميدي. معلش مع احترامي للجميع، احنا متفوقين اكتر في الكوميدي، يعني مفيش حد شفته كوميدي زينا، لان احنا شعب بيقولوا علينا شعب بالنكتة. الشعب المصري شاطر في الموضوع ده، او هي موهبة، هي حاجة كده من عند ربنا، موضوع خفة الدم والقبول والكوميديا والكلام ده كله. اكيد في ناس تانية كتير كده، بس احنا في الحتة دي بتاعتنا. هي الناس اللي انا بحب اسمعها عمرو دياب، ده اول حاجه. بس مش عارفه عمرو دياب ماله، بقاله كام سنه كده، في ايه في اغانيه؟ انا مش عارفه. اغانيه القديمه كانت تحفه، كانت حلوه جدا. عمرو لما بسمعه بتحط في حاله كده مفيش حد تاني من اللي انا بسمعهم بحس نفس الاحساس معاه. بس لا، عمرو مميز مميز بالاغاني القديمه جدا، مش القديمه اللي هي بتاعت عبد الحليم، لا عبد الحليم اكيد بحبه يعني، بس مش قصدي القديم، لا قصدي الجيل بتاع عمرو وبعد عمرو شويه. مهرجانات، محدش يجيب لي سيره حاجه اسمها مهرجانات، دي عيب ان احنا نسمعها. بصوا ده موضوع كبير، لو اتكلمت فيه هتفوه بألفاظ مش حلوة، ما تقالش عليها اغاني. هو مهرجان فعلا حاجة كده مقرفة، ده تلوث سمعي. ما علينا، نتخطى الحتة دي ونعديها. يعني دردشة كده لطيفة. مش عارفة الفيديو هيكون طويل ولا قصير، ان شاء الله هحاول اظبطه على قد ما اقدر عشان ما يكونش طويل قوي. دلوقتي يلا بينا نرص اللي هو الدرج بتاع الحاجات اللي انا جبتها، شوية السناك اللي احنا بنتسلى فيها بالليل. يلا بينا مع بعض. تعالوا نفتح مع بعض الدرج الاخير ده. الدرج ده المنظم ده اصلا حاطه فيه حاجه السكين كير، بس الدرج الاخير حطيت فيه شويه ادوات مكتبيه والحاجات اللي انا بقول لكم عليها. انا كنت لسه عامله قبل الفيديو ده فيديو اللي هو فكره التسريح هتعمليها ازاي، كان فيها المنظم ده عشان تعرفوا الفكره كامله. روحوا شوفوه هيعجبكم جدا فعلا ان شاء الله الفكره. تعالوا نفتحه مع بعض دلوقتي ونحط الحاجه فيه. وانا برص معاكم الحاجه كده، احنا خلاص كده وصلنا لاخر الفيديو. اقول لكم السلام عليكم جميعا، وان شاء الله نتقابل كل خميس باذن الله. يلا بسرعه نرص الدرج ده. طبعا انا حاطه فيه المجات اللي انا بستخدمها. يلا بينا.